اكتر كتكوت كان بيكشف اللي هو فوق اقول لكم قدام الناس هنا، وهنا ده المعمل. هنا بقى بجد صراحة الدكتور شطور جدا، بيسمع. في دكاترة ما بتسمعش اصلا. ماشي. المرة اللي فاتت مروحة من غير حاجة. انا كده يا دكتور اقول لكم بقى قال لي ايه. بص انا كنت بغير النضارة، الشمس هتعمل تاني مع الفلتر يبقى شكلنا ايه، يقطع الخلف. معرفش بحبه ولا ايه. المهم عارف كده عشان قال لي نظري يعتبر استنى لما انزل يعتبر 5:30 على 6 تقريبا. هو المفروض ان هو يبقى 6 على 6 بس ده لا طلع. المهم ان انا نظري ناقص نص. فهو دلوقتي وهو بيكشف تاني لقى ان نظري 4:30 اللي هو بقى ايه، فاهمين حاجة؟ المهم ان انا فاهم بس مش عارفة افهمكم. اللي هو نازل 1.5 مش نص درجة. حلو. فايه بقى، فقال لي لو عمل لي النضارة 1.5 اللي نازلين دول فبالتالي هتعمل لي صداع. ماشي. ومش هتبقى مريحة. سألني باخد علاج ايه وكتب لي العلاج ده. فتعالى نجيب القطرة ونكمل كلام. مش هو كان انا مستفزة من القطرة ورايحة عند نفس المكان اللي الست كانت عايزة تتخانق معايا فيه المرة اللي فاتت. هتخانق مع الدبان انا دلوقتي بس هصور برضه اتكلمني بقى تخيني المرة دي. المهم قال لي هاخد نوع قطرة. ماشي. وقال لي لو باخد اي علاج تاني غير الانسولين اصوره وابعته له، ممكن يكون هو اللي عامل لي كده او توتر او في حاجة ضغطاني. بس اعتقد ان انا يعني نفسيا الفترة دي مش مضغوطة ولا متوترة. يمكن اليومين اللي فاتوا كان في شوية قلق عشان تعب بابا وكده بس مش مهم يعملوا اوي كده يعني. فاهمين انتوا؟ بس هما مش اللي هما يعملوا عيني اوي كده. هو الدكتور اتصدم اصلا وعاد لي الكشف تاني. كان حاطيلي عدسة مخلياني شايفة. بصوا محدش شايف زيي. قال لي لو غيرناها، لو عملتلك اللي هي 1.5 دي هتصدعي مش هتشوفي بعد كده. فاحنا عايزين نرجع النص اللي نازل ده نخليه 6 على 6. مش عايزين نعمل حاجة نبوظها. هذه القطرة ان شاء الله خير عشان انا بجد ما بقتش شايفة. يعني هو مش هنقول رجلي دراعي بطني معدتي اي حاجة هنتحملها. فاهمين؟ حتى لو لساني على الاقل هبطل رغي. بس دي عيني فبجد حاجة تضايق. والله يكون في عون كل شخص كفيف مش بيشوف نقويهم. ده يا لوزة يا صغيرة عن هم والبحدة يا لوزة. مشيت من عند الدكتور ونزلت اجيب حاجات. مين قال لي اخرجي؟ مين قال لي اخرجي؟ شايفين؟ اقول لكم دول بقى عاملين كام؟ ما اقولكوش. خلوها بسركم. هاي يا حبايب قلبي فروحة وكل حياة فروحة. معرفش بتكلم ودوبة ليه بس خايف التليفون يفصل مني تاني. ماشي. بصوا بقى اما انتوا طبعا احنا هنكمل الفيديو. بتعملي ايه؟ بسمرة بتغريني عشان اوصل لها نت.
شكرا هفتح لك والله، بس سيبيني خالص، سيبيني دلوقتي. لا والله كده احسن. بصوا فروحة هول او فرح هول او فرحة هول، ويلا نشوف انا جبت ايه وضيعتي فلوسي عليه. عايزة اصور الفيديو هيقفل مني الاستفزاز اللي على المسا ده. جبت علبة مناديل بتاعتي وحاجتي بمصارية. خلاص يا بسمة هتعصبيني، هقوم ارنك قلم دلوقتي. والله شكلك كده احسن. المهم هقرب من علبة المناديل دي وخليكوا شاهدين هينضرب. تصحى اجيب عامله زي جماعه تخوفني. دافعة فيها فلوس ماشي. جبت دي اكيد دافعة فيها فلوس برضه. بتقول لهم حاجه جديده يا جماعه، حاجه هتغير حياتكم. جبت الفاونديشن بتاع مايت سينما الاتنين في واحد، ابغى اجربه الصراحة. جبت الفرش البسكوتة دي. بصوا هي رغم الرقة والحلاوة وانا مفتحتهاش بس متأكدة انها ناعمة اوي من جوه، بسعر قد كده اهو. بكام؟ بكام؟ بسعر قد كده اهو. هتلاقوا انت 10 لو جنيه. في كده اهو هجيبها بكده اهو. مش هيجيبولك كيسين شيبسي خراسات 10 جنيه. والآن مع المفاجأة الكبرى، الحاجة اللي أنا حقيقي بدمنها جماعة، نداء مني للمرة المليون لشركة MN. أنا كل حاجتي MN. ابعتولي بقى هدايا، ابعتولي هدايا. بصوا بحبها بحبها. وريني دي اللي كانت ضايعه في بيتك.